السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوية مخبوزات حلوة جدا جدا، هشة وطرية. ممكن تعتمديها في كل المخبوزات عندك والعجاين، البيتزا، العيش الفينو، القرص، الطرية. تشكليها زي ما انت عايزة، بجد حلوة جدا جدا وطرية، ومش هنستخدم فيها بيض. وهنعمل مع بعض اللون البني والابيض مع بعض، وهنعمل مع بعض اشكال مختلفة، والشكل اللي يعجبك ممكن تعمليه. بجد حلوة جدا جدا، والاطفال هيحبوها قوي. وممكن تستخدميها برضو في اعياد ميلاد، جنب التورت كده، حاجة حلوة خالص. انا معايا اول حاجة هنا 4 معالق من الدقيق، حطاهم في طاسة، اضيف عليها شوية من المية وشوية من اللبن. تمام، يعني حوالي كده على بعض اللبن والمية كوباية. تمام، وبعد كده هقلبهم على البارد، وبعد كده هرفعهم على البوتاجاز لغاية ما يوصل للقوام المناسب. قوام كده تقيل شوية، القوام اللي قدامك ده بالظبط كده. انا بعد كده هسيبها تبرد شويه لغايه ما اجهز المكونات اللي هقولك عليها دلوقتي. عباره عن كوبايه من اللبن، باكو من الخميره، معلقتين سكر، ربع كوبايه، قصدي نص كوبايه من الزيت والسمنه مع بعض، او ممكن زيت بس او سمنه بس براحتك، وكيلو من الدقيق. كيلو الدقيق ده عباره عن 8 كوبايات. تمام، هدوب في اللبن الخميره والسكر وذره الملح، وهدوبهم كويس جدا خالص. انا كانت معايا الحاجه اللي حطيتها على بوتاجاز، الدقيق واللبن والميه بردت. وبعد كده هجيب الدقيق، هضيف عليه اللبن اللي هو متدوب فيه الخميره والسكر وذره الملح، وبعد كده هنزل بالاختراع الجميل ده. هو مش اختراع، في شيفات كتير جميله قوي عملته، وبجد كانت هايله، وانا عملته معاكم قبل كده في مخبوزات برضو، كانت طريه وهشه بجد حلوه جدا. ممكن تستغني كمان عن كوبايه الميه. الطريقه دي هتخلي العجينه عندك طريه جدا جدا، بجد حلوه. هتفضلي تقلبي كده شويه، وبعد كده لما تختفي شويه هتبداي تضيفي ميه. انا ضفت حوالي نص كوبايه من الميه. تمام، يعني حسب نوع الدقيق معاكي، يعني ما تضيفيش كوبايه الميه كلها. انا حطيت جنب كوبايه ميه دافيه، يا ريت تكوني مدفياها. وبعد كده هتبداي تعجني، تضيفي منها شويه شويه. انا ما خدتش الكوبايه كلها، يعني كانها كوبايه لبن وحوالي كوبايه الا ربع ميه او نص ميه، وببدا اعجن فيها لغايه ما تلمي معايا. انا ما حطيتش لسه الماده الدهنيه اللي هي عباره عن نص كوبايه زيت او سمنه، او زيت وسمنه مع بعض، او زبده براحتك. تفضلي تقلبي كده فيها، وبعد كده هنزل بالماده الدهنيه وهعجنها كويس لغايه ما تلمي معاكي. يعني مش هتحتاجي ميه خالص. لما تلاقيها ملزقه زي كده ما تستعجليش وتحطي ميه. بعد ما تحطي الماده الدهنيه اعجني فيها شويه، هتلاقيها لمت معاكي وبقت كويسه، لان احنا مش عايزينها عجينه ناشفه. تمام، بتفضلي تعجني فيها هتلاقيها لمت معاكي خالص وبقت تمام. انا كده كنت خلاص تمام معايا. انا هنا معلقه زيت حطيت عليها معلقه كاكاو خام، دي اللي هنعمل بيها الجزء البني. هدوبهم الاول كده، دي هتسهل عليكي ان انت تحطي الكاكاو مره واحده كده وهو بودره. تمام، معلقه الزيت ومعلقه الكاكاو بيخليك تدخل في العجينه بسهوله. بعد كده هقسمها نصين، نص هخليه ابيض، وبعد كده النص التاني هحط عليه الكاكاو الخام بالزيت، وهعجنها كويس جدا لغايه ما تديني اللون البني. هتعجنيها بتاع 5 دقايق كده، وبعد كده هتلاقيها لمت معاكي وبقيت تديني اللون البني ده واللون الابيض، وهسيبهم يختمروا. انا كنت مولعه الفرن شويه وطفيته عشان تختمر معايا بسرعه، يعني خدت معايا نص ساعه بالظبط كده. لو انت مش مستعجله ممكن تسيبيها بره عادي. انا هنا اختمرت معايا، وهبدا بقى اشكلها. انا ببدا اعمل كور صغيره خالص، ممكن تعملي البني كله مع بعضه والابيض، وبعد كده تبداي تشكلي براحتك. انا كنت بعمل شويه وببدا اشكل عشان العجينه ما تنشفش مني. بتعمليها رفيع خالص كده، شرايط رفيعه على الرخامه، لون بني وابيض، وتبداي بقى تعمليها ضفيره، يعني تدخلي في كل ضفيره لون ابيض او بني. بجد بتبقى شكلها حلو جدا، والاطفال بيحبوها بجد، وحلوه جدا في اعياد ميلاد. ممكن تعملي الاشكال دي في اعياد ميلاد جنب التورت وجاتوهات، بجد حلوه خالص. انا ببدا اعمل واحده ابيض، ضفيره بيضه. انا بوريك الالوان كلهم مع بعض، يعني مش هتاخد معاكي وقت خالص، بجد سريعه. انا هنا هعمل ضفيره بيضه،
وبعد ما بتخلصي تشكيل خالص بتسيبيه العجينه تختمر تاني، الاشكال تختمر تاني حوالي ربع ساعه كده، بتسيبيها تختمر يعني يتضاعف حجمها. وبعد كده بتولعي الفرن وبتدخليهم يبداوا يستووا. انا هنا كنت شكلت شويه كور كده صغيره جنبي، ببدا اخد منها واعمل اشكال. ممكن تعملي 2 كده بس كده مع بعض، مش ضفيره يعني. وبعد كده تعمليهم دايره، تلفيها زي الدايره كده وتلزقيهم في بعض كويس، هيدوك شكل حلو قوي برضو. وممكن تسيبيها طويله زي ما هي كده. وهنعمل شكل تاني مع بعض، ممكن تحشيها مربى، ممكن تحشيها جبنه. انا هنا كنت حشيت شويه سكر وقرفه. وممكن تحشيها عجوه لو عندك. انا قلت لك العجينه تشكليها زي ما انت عايزه، ممكن نفس العجينه تعملي منها بيتزات، ممكن تعملي منها عيش فينو، ممكن تعملها قرص ساده. بدي حلوه جدا جدا. وحتى لو ما ضفتيش كوبايه اللبن وعملت الوصفه اللي هي على البوتاجاز دي حلوه خالص. انا هنا ببدا اخلص الاشكال كلها، هنا اختمرت معايا تمام. واخر صينيتين كانوا لسه خلاص داخلين في التخمير. انا ببدا اسوي اللي هم اختمروا على لغايه ما باقي الصواني تختمر معايا تمام. ببدا ادهنها هنا بيض او ممكن نسكافيه سريع الذوبان بشويه ميه. ببدا ادهن وشها كده عشان تحمر معاكي وتديكي لون حلو خالص. وبتكوني مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف الوسطاني، وبتبداي تدخليهم وبيستووا معاكي وبيطلعوا شكل جميل حلو جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وبألف هنا وشفا، بجد حلوه جدا جدا. انا بدهن هنا كان عندي سيرم شربات، وممكن لو عندك مربى او اي عندك او كريم كراميل، بجد حلو جدا صوص الكراميل او لبن مكثف، بتبقى بجد حلوه جدا جدا. طعمها هايل وطريه بجد خالص، والاشكال بجد منها تحفه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.